مليحة اللي يطلعوا فوق المنابر وفي الحرم المكي والحرم المدني واحنا مسلمين واخوه وكذا، علاه ما تقولوش للنظام السعودي؟ وانا نقول لكم النظام السعودي ما نتكلمش على الشعب نتاع الحجاز ابدا، ولا العلماء الصالحين اللي راهم في السجن واللي راهم مغبونين واللي راهم تحت الاقامه، فك الله اسر الجميع. انا نتكلم على الاسره الهاركه. هذه اسره متوحشه مجازرها في اليمن تدل عليها. صح. الوحشية اللي عند النظام السعودي فاقت جميع الوحشيات. إخوة، المرة اللي فاتت لما تكلمت كان الحوثيين. نعم، أنا أعرف الحوثيين وتتبعت أحداثهم وأعرف المعارك التي خاضوها وأعرف الاتفاقيات التي وقعوها، أعرف هذا. ولكن السؤال المطروح على النظام الجزائري والنظام العربي والنظام العالمي، السعودية عندما تقول لك نقتل الحوثيين، الحوثيون هؤلاء ولو كان فيهم ما كان فيه يمنيون ولا لا؟ ولا مش يمنيين؟ عندما قتلتم الحوثيين فقط ولا قتلتم معهم غيرهم؟ عندما قتلتم ودمرتم ما هو للحوثيين فقط دون غيرهم، قبحكم الله يا أيتها الأسرة الهالكة، قبحكم الله على جرائمكم وعلى فسادكم في الأرض. هؤلاء الحوثيون يمنيون، لا يمكن أن تبرر قتلهم بتغيير الاسم فتقول نحن نقاتل الحوثيين. تقاتل اليمنيين لهم رأي مخالف للنظام. حوثي، أيمكن غدا أن تدخل دولة إلى البلاد الجزائر وتقول نحن نقاتل الحزب الفلاني أو الجهة الفلانية، يقبل من هذا؟ هذه حيلة، خدعة، ينبغي أن لا تنطلي. الحوثيون مهما كانوا يمنيون ويتولى أمرهم اليمنيين، ما يتولاش الأمر نتاعهم غيرهم. زيد حاجة ثانية، السؤال الذي نطرحه على السعودية وعلى النظام وعلى العلماء، أنتم هل الملك خليفة المسلمين؟ هل يقول بوحدة الدولة الإسلامية؟ أم أنكم تقولون لا، كل دولة لها قانونها، إذن كل دولة لها شؤونها. اليمنيون والجزائريون جزائريون والتونسيون، ما دمتم قلتم بتعدد الأقطار الإسلامية وتعدد الأمراء والملوك والحكام، إذن فكونوا منطقيين مع أنفسكم، لا تتدخلوا في اليمن، هذا شأن يمني لا تتدخلوا فيه. لماذا لم تتدخلوا مع إسرائيل؟ لماذا لم تدمروا إسرائيل؟ قبحكم الله. إذن يا خوتي، المملكة العربية السعودية، أنا أقول للخوتي اللي قالوا لي المرة اللي فاتت الحوثيين فعلوا وفعلوا، أنا عارف. والصراع في اليمن ما هو صراع تاع حوثيين، صراع بين السعودية وبين إيران على أرض اليمن، على الفقراء والمساكين. ولا يصرح السعودية لماذا تقتلون الحوثيين، لأنهم حوثيون مبتدعة روافض، أم تقاتلون لأنهم ماذا؟ ما هي السبب؟ أعطيني السبب الشرعي أو القانوني أو السياسي. أما أن تخلط الأمور، وإيران نفس الشيء عندما تساعد هؤلاء، لماذا؟ شرعا وسياسة وقانونا. إذن هنالك الآن حروب ستكون على الدول العربية، إنما هي محصلة صراعات نتاع دول كبرى، دول الخليج، عوض أن يتجهوا جميعا لمواجهة أعداء الأمة وأعداء الإسلام والمسلمين، أصبحوا يتقاتلون. لماذا يسقط هؤلاء وهؤلاء؟
لماذا؟ ولذلك ليس هذا الأسبوع بالك الأسبوع نجيب لكم أقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نادرة، قل من تحدث عنها، حتى تعرف بأن الذي يحرش بين الطوائف إنما هم ولاة الأمر كما يسمون. هم اللي يحرشوا بين الطوائف باش يبقاو مفلوحين. إذا المملكة العربية السعودية، طيب احنا نروح نعطيهم الدراهم باش يقتلوا بهم خاوتنا، يشريوا سلاح من امريكا ويقتلوا بهم وانا طرحت سؤال انا لا اجيب. ما حكم الله تبارك وتعالى في الحج في مثل هذه الظروف، ان تعطي الشعوب الاموال لحج بيت الله الحرام، هذه الاموال بعد ما نزل حتى هي في البترول تجعل الحج تشتري به أسلحة لتقاتل إخواننا في اليمن. ولا نزيد نقول لكم حتى التاريخ يقول اليمن وقفت مع الثورة الجزائرية أكثر مما وقفت السعودية. ادرسوا التاريخ. نعم إذا كانت الحوثيين مسألة بيناتهم يتكلموا بيناتهم، أما أنك تدمر بلاد بأكمل. ما الذي بقي في اليمن؟ قولوا لي يا حمودكم ما الذي بقي في اليمن؟ وحشية. عندك أرماهم بأسلحة مش حارقة، مش تحرق فرد، تحرق أمة بأكملها ولا تترك لهم أثرا. هل يجوز شرعا يا سعودية يا علماء، هل يجوز هذا الحوثيين عندكم أنتم كفار يحاربون محاربة الكفار؟ هل هم خوارج؟ هل هم بغاة؟ إذا كانوا خوارج أو بغاة أو رافضة الشريعة الإسلامية بل مذهب الإمام أحمد بن حنبل وفقهاؤه يقولون لا يقتلون بما يستعصى، لا يقتلون قتال الذي يراد به الاستئصال، لا يحرقون بالنار. النار مش كي تشعل واحد فقط، النار هذه الطيارات راهي جهنم، هذه جهنم، هاي تدي بأكملها. وكاين وين تترك غازات، فكيف تكون للتاني؟ إذا لا يمكن أن نسكت على هذا، لا يمكن. وأنا لازمكم تعرفوا لأن كثير من الناس بعض الخاوة ربي يسامحنا ويسامحهم بالك الأيام تبين لهم بالغالطين، وممكن احنا تبين لنا بالغالطين. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نحن لا نقل. صح نقول لكم حاجة، السعودية النظام السعودي أراه مسيطر على الشعب السعودي، سيطر عليه، سيطر على العلماء وسيطر على الحرم المكي والمدني. أنا نقول ما زلنا المفروض مكة والمدينة، الحرم المكي والحرم المديني لا تسيره الأسرة المالكة، يسيره الدول الإسلامية هي اللي تسيره. روحوا احكموا في أي حد، عندكم شبه الجزيرة احكموا يشد، لكن مكة والمدينة لازم الأمة العربية والأمة الإسلامية هي التي تقوم عليه.